بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم عن 100 جنيه توت عنخ آمون اللي هي دي وسعرها. 100 جنيه توت عنخ آمون ده اللي طبعا الإصدار السادس من ال 100 جنيه. ده سادس إصدار من ال 100 جنيه المصري. سادس إصدار 100 جنيه توت عنخ آمون. سادس إصدار من ال 100 جنيه. شوف شكلها اهي. ده الظهر بتاعها. ده الظهر بتاعها مرسوم عليه توت عنخ آمون. ملك توت عنخ آمون. طب دي سعرها كام؟ هقول لك على سعرها، بس خلي بالك من الكلام اللي انا هقوله وركز فيه كويس عشان ما ترجعش تقول انت بتغشنا والكلام ده كله. لا، انا مش هغشك يا باشا وبقول لك الحقيقه. 100 جنيه دي اللي هي دي سعرها من 200 جنيه ل 500 جنيه على حسب حالتها وعلى حسب الرقم بتاعها. كل حاجه على حسب حالتها وحسب الرقم بتاعها. طيب ال 100 جنيه دي اللي في ايديا دي اللي انا بكلمك عليها دي سعرها يعمل 200 جنيه. ليه 200 جنيه؟ عشان طبعا مهريه اهي وقديمه. مهريه وحاله الورقه نفسها تعبانه. كل ما الورقه تكون جديده وحالتها حلوه وبتخروش زي دي كده مثلا، يبقى الورقه حالتها كويسه. طبعا ما تكونش بقى زي دي كده دي يعني متنيه زي دي كده لا، تكون الورقه مفروده كده وكويسه وما فيهاش تنيات اللي فيها دي ولا شخبطه ولا كتابه ولا اي حاجه. ده طبعا كله بيفرق في سعر العمله. ده كل ده طبعا بيفرق في سعر العمله. دي سعرها قلنا 200 جنيه. الورقه اللي بكلمك عليها دي سعرها 200 جنيه. طيب لو الورقه دي رقم مميز. يعني ايه رقم مميز؟ رقم مميز زي ارقام التليفون المحمول كده. رقم مميز هتعمل من 400 جنيه ل 500 جنيه. وبرضه على حسب الحاله بتاعتها. على حسب الحاله بتاعتها. يعني ايه رقم مميز؟ يعني مثلا السبع ارقام دول كلهم مثلا يكونوا زي شبه بعض. خمسات، اربعات، تلاتات، اتنينات، وحايد، كله شبه بعضه. يبقى دي رقم مميز. يبقى ده رقم مميز. الرقمين الاولانيين كده اللي هو 77 مثلا هنا، دي اخرها مثلا 77. لو في هنا مثلا ال 21 دول 77 زيها، يبقى ده رقم اسمه رقم رويال. برضو بيعلي في سعر العملة شوية. بيعلي في سعرها. بس ما بيعليش في سعرها، يعني بيعلي في سعرها حاجة بسيطة. لكن لو الرقم بقى كله شبه بعض والسبع ارقام كلها شبه بعض، ده اسمه رقم مميز. ده سعر العملة بيبقى غالي بقى في الوقت ده. تعمل 500 جنيه و600 جنيه كمان الورقة دي. طيب في ورقة بقى هنا زي دي بالظبط. اوريها لك انا دلوقتي سعرها 3000 جنيه. ازاي بقى سعرها 3000 جنيه؟ هوريها لك يا باشا واقول لك المميزات اللي فيها اللي هي تخلي سعرها ان هو يبقى 3000 جنيه. تابع معايا. هي دي يا باشا الورقة اللي تعمل 3000 جنيه. بس اهم شيء يكون فيها الشروط دي. اول شرط اللي هو المحافظ يكون اسمه محمد ابراهيم. المحافظ هنا يكون اسمه محمد ابراهيم. هنا المحافظ اهو محمد ابراهيم. هنا المحافظ محمد ابراهيم. ده ده اول شرط. تاني شرط هنا مكتوب ايه؟ نون واحد اللي هو رقم الفيريفكس. نون واحد اللي هو اول اصدار يعني. لازم أن تكون الورقه اللي معاك مكتوب عليها نون واحد. هنا في 6 ارقام اهم. الست ارقام دول عشان تقدر تبيع الورقه دي بالمبلغ اللي انا بقول لك عليه اللي هو 3000 جنيه، يبقى لازم يكون ال6 ارقام دول اول 5 ارقام منهم يكونوا صفار. يعني بدل الستة دي صفر، والتسعة دي يكون صفر، والتلاتة ده صفر، والتسعة دي صفر، والخمسة ده صفر. الاتنين الأخرانية دي تكون بقى اتنين، تكون تلاتة لغاية 9 معاك. أهم شيء ال5 أرقام الأولانيين دول. ال5 أرقام الأولانيين يكونوا صفار. ال5 أرقام الأولانيين يكونوا أصفار. الرقم السادس بقى زي ما يطلع. زي ما يطلع 1 2 3 لغاية 9. دي لو الرقم لو ال5 أرقام صفار والرقم الأخراني زي ما يكون، دي تقدر تبيعها ب 3000 جنيه.
ويكون المحافظ محمد ابراهيم، وهنا مكتوب نون واحد، والورقه تكون حالتها كويسه وما فيهاش قطع وما فيهاش شخبطه والحاجات دي. دي تعمل ال 3000 جنيه. دي تعمل ال 3000 جنيه اللي انا بقول لك عليهم. طب انت هتقول لي بقى انا معايا الورقه اللي انت بتقول عليها ديت، والارقام هنا نون واحد وخمس اصفار والرقم السادس بقى زي ما يطلع، ابيعها فين؟ اقول لك يا باشا تبيعها فين. في عندك كام مكان تقدر تبيع فيهم. في عندك موقع ايباي تقدر تبيع من عليه وتشتري من عليه، موقع ايباي العمولات القديمه. في موقع اوليكس. في جروبات الفيسبوك. تقدر تعرض عليها العمله بتاعتك، والناس بتبيع هناك على الجروبات وبتشتري العمولات القديمه دي. في الاسواق، لو عاوز تروح الاسواق، في سواق في القاهره وفي سواق في اسكندريه وفي سواق في المنصوره. في الاسواق العملات القديمه دي موجوده في كل مكان، وفي كل محافظه بتلاقي العملات القديمه دي موجوده. اهم شيء اما تروح الاسواق دي تكون العمله حالتها كويسه. كل ما كانت العمله حالتها عاليه والورقه جديده وما فيهاش قطع وما عليهاش شخبطه والكلام ده كله، ده طبعا كله يعلي سعر العمله. كل ما كانت الورقه حالتها كويسه، يعني الورقه مثلا زي دي كده، زي اللي في ايديا دي، الورقه مثلا حالتها ايه كويسه، خدوشه اهي، بس دي طبعا متنيه بقى والكلام ده كله. فكل ما تكون الورقه مفروده كده وكويسه وما فيهاش قطع وما عليهاش شخبطه، طبعا ده بيعلي سعر العمله. انما الورقه بقى متنيه والحاجات دي كلها، كل ده بيقلل في سعر العمله. العمله عشان تحتفظ بيها في حافظات بلاستيك بتتحط فيها العملات القديمه. اوريها لك انا. دي مثلا الحافظات البلاستيك اهي. دي حافظه بلاستيك اهي، بتشيل فيها العمله، تحط فيها العمله تحتفظ بيها، وتفضل العمله مفروده ومحميه من القطع ومن الشخبطه ومن الكتابه ومن التراب والحاجات دي كلها، بتقدر تحافظ عليها. ودي موجوده في كل المكتبات، بتشتريها وتحافظ بها، تحتفظ بقى في العمله نفسها، تحافظ بقى على العمله. يبقى احنا كده اتكلمنا عن ال100 جنيه اللي هي توت عنخ امون، اللي هي دي اصدار السادس من ال100 جنيه وسعرها. قلنا الورقه اللي هي بتنباع تقدر تبيعها ب3000 جنيه، تكون مكتوب عليها نون واحد وخمس اصفار والرقم بقى السادس زي ما يطلع. دي تقدر تبيعها ب3000 جنيه. اما الورقه اللي في ايديا دي سعرها 200 جنيه. لو معاك ورقه زي دي وحالتها جديده وكويسه وفيها كل المواصفات دي، هتبيعها برضو ب300 جنيه و400 جنيه، كل حاجه على حسب الحاله بتاعتها. لو عجبك الفيديو اعمل لايك للفيديو واعمل اشتراك في القناه، واستنونا في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمه الله.